الكونسيلرات هم أفضل شيء. الحين بشرح لكم الفرق بينهم. أول ماركة معروفة بالكونسيلرات ودائما تتميز، وكل ما تصنع كونسيلر أجدد يطلع أجمل من اللي قبله، ميك اب فور ايفر. هالثلاث أشياء، هذا الباليت و HD كونسيلر HD الأخير اللي نزل خيالي، واللي قبله بعد خيالي، بس الحين بقول لكم شنو الفرق بين هالثلاثة. أبي أتكلم عن هذه العلبة بصراحة. أول شيء هذه علبة كريمية تستخدمينها كونسيلر، كوريكتر، كونتور وفاونديشن. يعتبر التكستشر مالها أو التغطية مالتها جدا عالية، فول كفر. فهذا من الأشياء اللي وايد حلوة من ميك اب فور ايفر. يعني 3 بواحد 4 بواحد، يعني علبة متوفرة فيها كل الأشياء تناسب كل البشرات، فظيعة حق الدمج. هذه العلبة من الأشياء الحلوة أن أنت تغطين فيها مشاكل البشرة. بتكلم عن هالكونسيلرين. الكونسيلر الأول اللي هو هذا العصار التيوب، هذا أنا أشوفه لايت تو ميديوم كفر. الترطيب فيه جدا عالي، حلو حق الحريم الكبار، حلو اللي عندهم جفاف وايد قوي حوالين العين، وايد حلو، يغطي وثابت ويعطي رونق حق العين. أما بالنسبة حق هذا آخر واحد نزل، شيء خيال. هذا ما أتوقع في بنت استخدمته وما حبته، يناسب كل البشرات، درجاته وايد بصراحة، ثابت، وأيضا في نسبة ترطيب، بس هذا الكفر ماله أعلى من اللي قبله. هذا الفرق بينهم، يجننون هالكونسيلرين. ثاني ماركة قوية بالكونسيلرات ايربن ديكي، دائما حريصين أن ينزلون كونسيلرات روعة. أول نايتر هذا خيالي، فول كفر، لونج لاستينج، يغطي العيوب، ما يتحرك من الوجه ولا شيء، وايد حلو. هذا ترى يعني شوية أقول لكم يشبه نارس، عرفتوا شي طقة نارس. أما ستي نيكد اللي آخر واحد اللي نزل، ينن أخف منه، ترطيب ونباتي ولونج لاستنج. الاثنين حبيتهم. هذا شوية جاف فول كفر، هذا لايت تو ميديوم كفر ونباتي. الاثنين حلوين بصراحة. طبعا أعتقد هو نارس المتصدر حق كل البنات، الكل يحبه، تستخدمينه ويخلصوا تردين تشترينه. نارس شنو فكرته؟ شو أقول لكم، جاف، لونج لاستينج، وبنفس الوقت ما ينشف تحت العين ولا يطلع خطوط، يعطي فول كفر خيالي تحت العين، وايد حلو. أنا من وجهة نظري أشوف أكثر انتشارا ومبيعا وكل بنت عندها نارس، كلنا توجهنا نارس، بس أنا حاولت أوريكم الفرق بين الكونسيلرات الحين اللي وايد حلوة بالسوق. اللي تستخدم نارس تقدر تنتقل تجرب شيء ثاني، واللي قاعد تجرب شيء ثاني تقدر تجرب نارس، كلهم حلوين. هذا أنا أشوفه بطل. هو له كذا استخدام. فول كفر، كلمة فول كفر يغطي اللي ما يتغطى، حجمه وايد كبير، وله كذا استخدام. شوفوا، كونسيلر، كونتور، وهايلايت، وريتاتش، فظيع. هذا من تو فيزد، اسمه بورن ذس واي. اللي قلت لكم له كذا استخدام، وحجمه وايد كبير، تستخدمونه فظيع 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 فظيع، ودرجاته تينن وثباته وكل شيء. اثنين بتكلم لكم عنهم بصراحة. هذا ستي دونت ستري من بنفيت، هذا يعتبر برايمر وكونسيلر. هذا بعد من الأشياء اللي وايد حلوة بصراحة. أتوقع يعني هبينا فيه هبة قبل يمكن 3-4 سنين، وأنا للحين أشوفه حلو. أوكي. وكونسيلر كورف، أنا من زمان يعني أمدح لكم إياه. طبعا هذه العلبة القديمة أنا عندي، غيروا شكل العلبة. كونسيلر كورف وايد حلو، طبي، يعتبر ميديوم تو فول كفر، يعطي ترطيب تحت العين. الحين بحط لكم كل الكونسيلرات بصورة واحدة، كبتشروهم، لأن أنا عندي هم التوب بصراحة.